الآن أنتم افتحوا الراديوات، افتحوا الفضائيات، كم ينقلون عن الحسن والحسين سبطي رسول الله؟ أكو سبط للنبي لهذه الأمة غير الحسن والحسين صلوات الله عليه. هذه هي المودة في القربى، هذه التي قال النبي كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. هذا هو التمسك. وينقل عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا اللي قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. الذي قال فيه النبي أعلمكم علي أقضاكم علي خذوا دينكم من علي. تدرون كم حديث ينقل؟ 29 حديث. كم عاش علي مع هذه الأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ انحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، إن ها هنا لعلما جما لو أصبت له حملا. عن خادم النبي أنس 268 حديث، وعن علي 29 حديث. هذه هي المرجعية الدينية، هذا هو حديث الثقلين. هذا قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي الوحيد فيما نعلم الذي طلب بين جميع الأنبياء أجر على رسالته هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. أي نبي فيما نعلم ما طلب أجرا، ما أسألكم عليه من أجر، ما سألتكم من أجر، شيء واحد وهو المودة في القربى. هاي المودة في القربى. علي يعيش مع الأمة 30 عام بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أكثر من 4 أعوام كان حاكما، يخطب خطبة واحدة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كما ينقل بعض المؤرخين من بعد صلاة الصبح إلى الظهر خطب. الشاعر يقول نهج البلاغة قطرة من علمه. وين نهج البلاغة؟ في الإذاعات، في الصحف. تهميش هذا حب لأهل البيت، إلغاء أهل البيت، إقصائهم عن الحياة. نهج البلاغة يجب أن يكون مفخرة، يجب أن يتلى في الإذاعات، في الفضائيات. ذلك الأستاذ في جامعة كامبريدج الغربية يقول لو عمل المسلمون بنهج البلاغة لسادوا العالم. والد رحمه الله ينقل تفصيل القضية في بعض كتب.